ما سألتش نفسك اغلب الناس الناجحين بينجحوا ازاي؟ غالبا ما بتلاقيش رد وبتسأل نفسك ازاي توصل للنجاح دوت بنفسك. والحقيقة ان في اسرار كتير مش موجودة ولا في الكتب ولا في السوشيال ميديا، ولكن من وجهة نظري ان من ضمن الاسباب هي التدوين، وان التدوين هو سبب من اسباب النجاح اللي محدش بيقولك عليه. وليه اغلب الناس زي دكتور جوردان بيترسون او واحد زي علي عبدال بيدون دايما افكاره، ودوت بيثبت لنا وبيفهمنا ليه بالرغم الناس ديت مشغوله وعندها اشغال كتير بتفضل مبسوطه وسعيده وعارفين يتعاملوا مع المتغيرات ديت، واي حاجه جديده بتخش حياتهم او بتخش الروتين بتاعهم بيتعاملوا معاها بمنتهى السلاسه وبمنتهى البساطه. اغلبنا بيكون في دماغه مليون فكره، وكل شويه على مدار اليوم بتجيلنا افكار جديده بتخص شغلنا وبتخص حياتنا، ولكن احنا مش عارفين هو احنا نجري ورا اي فكره، بل انك مش عارف تقفش فكره واحده منهم. ولو ربنا كرمك وعرفت ان انت تجيب فكره معينه تقدر تشتغل عليها، غالبا بتشتغل عليها يوم او اتنين وبعد كده بتنسى كل حاجه. وهنا يجي دور التدوين اللي بجد مش واخد حقه في العصر الحالي عند الناس. وبجد انت لو تبنيت فكره التدوين الموضوع هيفرق معاك جدا جدا جدا. وان شاء الله في الفيديو دوت هقول لك تدون ازاي، تكتب ايه وتعمل ايه، خصوصا لو عاده التدوين عاده جديده عليك، وازاي انت هتتعامل مع حاجه زي كده، وايه هي فوائد التدوين اللي بجد هتحس بيها من اول يوم، وهتتاكد ان التدوين هي عاده لا غنى عنها خالص. وبرضه هقول لك على تجارب كتيره جدا بخصوص موضوع التدوين وازاي انا قدرت استمر على التدوين لمده سنه كامله، ودوت خلاني اوازن بين شغلي وبين اليوتيوب وبين حاجات تانية كتير. اخبط اللايك المتين ويلا بينا نشوف ليه التدوين حاجه مهمه. قبل ما اقول لك ازاي تدون وتعمل ايه في موضوع التدوين، خليني اقول لك ليه التدوين مهم وازاي ممكن يفرق معاك. ولو احنا اتكلمنا في الموضوع دوت بالذات احنا ممكن نوصل من هنا للسنه الجايه، ولكن خلينا نختصر الموضوع دوت في 3 حاجات. واولهم انه بيقلل اكتئابك جدا جدا جدا. ويمكن لو سألت نفسك ازاي التدوين ممكن يقلل اكتئابك، غالبا انت مش هتلاقي رد، ولكن خلينا اوصل لك الموضوع بشكل تاني مختلف. وهنا خلينا اسالك سؤال، هو انت لو مكتئب بتعمل ايه؟ غالبا هيكون ردك ان انت بتتكلم مع صحابك او ان انت بتشتكي لاهلك، او مضمون اجابتك ان انت بتتكلم مع حد وبتقول له ايه اللي مضايقك. ودوت اللي بيحصل مع التدوين. التدوين بيكون زيه زي صاحبك بالظبط، ولكن بشكل كتابي. انت بتكتب اللي مضايقك وايه اللي مزعلك. وحتى لما جربت الموضوع دوت على نفسي حسيت ان انا وانا بكتب الحاجه اللي مضايقاني بحس ان انا هديت، بحس ان انا ارتحت. خصوصا ان انا لو ما عنديش حد من اصدقائي او مثلا حد من اهلي مش فاضي، مش عارف اتكلم مع حد واقول له ايه هو اللي مضايقني. وفي تجربه عملوها على 500 شخص كانوا بيعانوا من الاكتئاب، وعلموهم هنا عاده التدوين، وفضلوا ان هم يدونوا مرة واثنين وثلاثة، والموضوع فرق معاهم جدا لدرجة ان هم بقوا سعداء اكتر وبقوا حاسين ان هم رجعوا لحياتهم الطبيعية. بس ثواني، ازاي شوية كلام على نوتة او على ورقة ممكن يخلينا في مود وحال احسن؟ خصوصا ان الورقة والقلم شيء غير عاقل، يعني انت ما تقدرش تتكلم مع الورقة والقلم، او بمعنى اصح هم مش صحابك، هم مش اهلك اللي يقدروا يسمعوك ويفهموك ويدوك حلول على المشكلة بتاعتك. ويمكن دوت سببه راجع لحاجات كتير، ولكن بسبب ان التدوين بيخليك عارف تعبر عن مشاعرك، عارف تطلع اللي جواك. الاكتئاب ممكن يقل لمجرد ان انت عبرت عن مشاعرك او قلت ان انا متضايق او طلعت الحاجه اللي جواك. ولكن هل التدوين فعلا بيخليك عارف انك تعبر عن مشاعرك؟ الحقيقه فكره انك تعبر عن نفسك بتيجي باشكال كتير، ولما بتربطها بالتدوين فانت لازم تمارس مهاره التدوين ديت مدى طويل. وديت من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها قدام. ولكن اقل حاجه او اقل درجه من درجات انك تعبر عن نفسك دي بتخليك بشكل ما راضي عن حالك. الموضوع بيبقى عامل شبه كوبايه الميه اللي مليانه ميه على اخرها، ولو حد بس لمس الكوبايه لمسه بسيطه الميه بتبتدي تقع منها. وكذلك الامر، نفسك هي الكوبايه، والاكتئاب اللي انت بتحس بيه هو الميه اللي بتملى الكوبايه دي. التدوين بيساعدك ان انت تهز الكوبايه او تهز نفسك بحيث ان الاكتئاب يقع واحده واحده، فبتحس بحال احسن وبحال افضل. وعلى فكره التدوين ممكن يزود فلوسك. زي ما سمعت، انت سمعتها صح، التدوين ممكن يزود فلوسك. كم مره جات لك فكره مشروع عشان خاطر ان انت تشتغل عليها؟ او مثلا كم مره انت قعدت مع صحابك كده على القهوه وقررتوا ان انتوا تفتحوا مشاريع كتير وان انتوا تعملوا حاجات كتيره قوي، وبعد
وبعد كده بتروحوا وتناموا وتصحوا تاني يوم ولا كأن اي حاجه حصلت. يمكن هنا عشان محدش فينا بيسجل افكار، الموضوع هنا بيبقى عامل شبه الريشه. ازاي انت هتكتب بالريشه طول ما انت اصلا مش ماسكها؟ الفكره بتبقى طايره في الهواء طول ما انت بتكتبها، او بمعنى اصح بتدونها. معناه ان انت تقدر تستغل الفكره ديت وتقدر ان انت تكبرها. وصدقني طول ما الفكره قدامك ومكتوبه هيخليك بشكل لا واعي بتفكر كل تفكيرك عن الفكرة دي، كل تفكيرك عن الحاجة اللي انت كتبتها وازاي ان انت تقدر تطورها وان انت تقدر تنميها. ده غير ان التدوين ممكن يساعدك ان انت تربط افكارك ببعضها، زي ان انت ممكن ترسم زي رسومات او تعمل مخططات بتخليك تربط الافكار ببعضها، هينمي الفكرة اللي انت كتبتها في الاول ويخليها احسن وهيخليها اكبر واكبر. وخليني احكي لك حكاية انا كنت قريتها وانا ببحث عشان اكتب السكريبت بتاع الفيديو والقصة ديت شدتني جدا لدرجة ان انا كنت مذهول من النتائج اللي حصلت بسبب التدوين. كان في واحد اسمه مارك، ومارك كان بيعاني من الاكتئاب لدرجه ان هو كان بيجيله افكار ان هو لازم ينتحر وان هو مش عايز ان هو يعيش، ولكن هو قرر ان هو يروح لدكتور نفساني في محاوله بائسه كده ان هو يطلع من الاكتئاب اللي هو فيه. ولما راح للدكتور، الدكتور ساله مالك او ايه السبب اللي مخليك مكتئب. مارك رد عليه وقال له ان هو بتجيله افكار كتيره جدا طول حياته، ولكن هو مش عارف يحقق منهم اي فكره خالص. لدرجه ان مارك في القصه نفسها كان بيشبه الافكار اللي بتجيله بسيل المطر اللي بينزل في الشتاء. والدكتور بعد ما سمع وافق ان هو يساعده، وابتدوا ان هم ياخدوا مع بعض رحله العلاج. واسبوع ورا اسبوع، اسبوع ورا اسبوع، الدكتور بيحاول يساعده ولكن ما كانش فيه اي نتيجه خالص. لدرجه ان الدكتور نفسه كان بيقول ان هو حس ان مفيش امل من مارك خالص. ولكن الدكتور اكتشف حاجه غريبه جدا، وهي ان الدكتور لما بيدي لمارك نوتة عشان يكتب فيها الافكار اللي بيفكر فيها في الوقت الحالي، مارك بيكون مبسوط جدا لدرجه ان هو بيفتكر كل الافكار اللي هو كتبها على مدار اليوم كله، لدرجه انه بيبقى مش عارف يفكر في اي حاجه تانية غير اللي هو كتبه في جلسه العلاج. الدكتور لما اكتشف حاجه زي كده طلب من مارك ان هو يشتري نوتة ويفضل يخليها في جيبه، وكل فكره بتيجي لمارك هيفضل ان هو يكتبها عشان خاطر يفكر فيها على مدار اليوم. اصلا الموضوع على مارك كان كبير جدا لدرجه ان الاكتئاب خف خالص، ومارك قدر ان هو يرجع لحياته الطبيعيه واحسن من الاول بكتير كمان. وحاليا مارك هو مارك لو صاحب ال 24 شركه في مجال صناعه البرمجيات، من ضمنهم 7 ناجحين جدا 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 في الصناعه ديت. وما شاء الله دلوقتي مارك دخله الشهري اكتر من $100,000 في الشهر. وهنا خليني اقول لك ازاي تبتدي تدوين، يمكن انت كمان تحقق $100,000 في الشهر او اكتر، مين يعلم. في الحقيقه انت لو كتبت على جوجل ازاي تبتدي تدوين هتلاقي فيديوهات ومقالات كتيره جدا. ولكن لو انت مبتدئ الموضوع ممكن يخلص معاك في 4 خطوات بس. اول خطوه منهم هو ان انت تحدد هل انت هتدون بشكل ديجيتال ولا هتدون بالورقه والقلم. وهنا انت ممكن تسالني سؤال، هو الموضوع يفرق في ايه؟ خصوصا ان انا هكتب وخلاص. والحقيقه دي مشكله بيقع فيها ناس كتيره جدا، ان هم بينوعوا المصادر اللي هم بيدونوا فيها، وده بيخليهم ما بيعرفوش يلموا افكارهم من تاني. لدرجه ان انا شفت جدال على تويتر بين مجموعه من الناس بتقول ان التدوين الديجيتال افضل، ومجموعه تانية من الناس بتقول لازم ان انت تدون بالورقه والقلم. والصراحه الموضوع فيه اختلاف كبير ناتج مثلا عن السن. فلو واحد سنه كبير هتلاقيه بيميل للورق والقلم، ولو واحد مثلا من الجيل الصغير او من جين زي بيحبذ اكتر ان هو يدون على ابلكيشن. ممكن يكون في ناس عندهم خط مش حلو ومش احسن حاجه، فتلاقيهم بيحبوا ان هم يدونوا بشكل ديجيتال. وفي ناس مش متعوده على الابلكيشنز بتاعه التدوين، فبيبتدوا ان هم يكتبوا بشكل يدوي. الموضوع فيه اختلاف كبير جدا، وانت مش هتعرف تحدد او تحدد بناء على اي اساس. شوف اللي انت حابه وروح فيه. انا واحد من الناس بحب الورقه والقلم، على الرغم ان انا خطي وحش وخطي سيء جدا، ولكن انا متبني فكره الورقه والقلم. وده بينقلنا لتاني اهم حاجه معانا، وهي ان انت لازم تحط روتين لحاجه زي التدوين. والله حلوه القافيه، انا عجبتني. ولكن هل فعلا احنا محتاجين روتين عشان ندون افكارنا؟ خصوصا ان هي كتابة افكار، فمش هيفرق معانا احنا نكتب افكار الصبح او نكتب افكارنا بالليل. في حاجة كمان، لو انت مثلا جات لك فكرة الصبح، فانت عشان تستنى ان انت تكتبها بالليل تكون نسيت الفكرة. كذلك الامر لو جات لك فكرة بالليل، فانت طريقة تدوينك مثلا الصبح هيكون صعب جدا ان انت تفتكر الافكار اللي جات لك في ساعتها. وهنا خليني اقول لك ان انت فهمتني غلط شوية. ان انت تحط روتين عشان تدون ديت حاجة، وان انت تدون في العموم دي حاجه تانية خالص. في ناس بتحب تدون في اخر اليوم او في اي وقت من اليوم وخلاص. في ناس تانية بتحب تمشي بنوتة، بحيث ان هي لو جات لها فكره تقوم جايه كاتباها في النوتة
وتقفل النوتة وخلاص كده وشكرا. وخلي بالك يمكن انت عندك افكار تكتبها، ولكن في غيرك ما عندوش اي افكار عشان يكتبها. ولكن صح، هو اللي ما عندوش افكار وعايز يدون يعمل ايه؟ وهنا دي تالت حاجة تقدر تعملها عشان تدون، وهي ان انت تكتب يومك او تكتب ايه اللي حصل معاك على مدار اليوم. يمكن طريقة التدوين ديت بتبقى يعني ايه، بتليق اكتر مع البنات او بتليق مع الاشخاص اللي بيبقوا ملهيين جدا في شغلهم وعايزين كده يروحوا ويروقوا على مخهم، فبيدونوا كده في اخر اليوم ويشوفوا ايه اللي حصل معاهم على مدار اليوم. وخلي بالك لو انت هتتبنى الفكرة ديت ان انت تكتب في اخر اليوم، فلازم تفهم حاجة، ان انت ممكن ما يكونش عندك افكار او ما يكونش عندك حاجة عشان تكتبها. وهنا نصيحتي ليك، اكتب اي حاجه. وهنا انا قصدي بالمعنى الحرفي، اكتب اي حاجه. وهنا خليني امثل لك مثال عشان تعرف ازاي تكتب او ازاي تدون. تعالى نتخيل مثلا ان انت شخص شغال كاشير، فانت حرفيا هتكتب كده في التدوينه بتاعتك ان انت صحيت من النوم، استلمت من زميلك الشغل، جالك زبون قرفك، وهتفضل تكتب اللي حصل معاك طول اليوم. ولكن السؤال هنا، تعمل ايه لو انت شخص من نوع ان انت ما بتعرفش تكتب حاجه زي كده، او انت مش فاكر يومك، او انت مش بطبيعتك ما بتعرفش تفتكر تسلسل الاحداث اللي حصل على مدار يومك؟ ودي اخر حاجه ممكن تستخدمها، وهي الاسئله اللي بتستفز، خصوصا لو انت شخص لسه بتبتدي في التدوين ومش عارف تكتب ايه وتعمل ايه، او ان انت شخص مثلا ليك في التدوين بقالك فتره ولكن انت مش في المود ان انت تكتب. وخليني اقول لك ان فكره انك مش عارف تكتب ايه ديت بتخليك تمتنع عن عاده التدوين، لانك مش عارف، يعني انت بتبتدي تكتب كده فانت مش عارف انت عايز تكتب ايه، فبتاخدها من قصيرها وبتقول خلاص انا مش هدون لاني اصلا انا مش عارف اكتب. وهنا بنرجع حاجه زي الاسئله. ولو انت ما تعرفش، في دلوقتي قوالب جاهزه فيها اسئله بتستفزك عشان تعرف ايه اللي جواك. بتبقى اسئله زي مثلا ايه اللي ضايقك النهارده وازاي ان انت تقلل منه بعد كده، او ايه اللي بسطك النهارده وازاي تزود منه في الايام الجايه، او انت صحتك عامله ايه، او انت مثلا كان في مشكله معاك مع اصدقائك او مع اهلك، وغيره طبعا من اسئله ليها علاقه بالصحه، ليها علاقه بالعادات، ليها علاقه بعلاقاتك، وليها علاقه بحاجات كتير. والاسئله دي بشكل ما بتستفز حاجه جواك عشان تفضل تجاوب وتفضل تكتب، فتلتزم بشكل ما بعادة التدوين. فاهتم بالقوالب ديت، وحاول انت من نفسك تفكر في اسئله تستفزك عشان تقدر ان انت تكتب بعد كده. وفي الاخر حابب اقول لك ان التدوين حاجه مهمه جدا خصوصا في الوقت الحالي، لان اغلبنا بقى بيكتب بوست كده كل سنه، انا ما حققتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا حاسس ان انا زي ما انا ما اتغيرتش، مع العلم ان هم ممكن يكونوا عملوا حاجات كتير ولكن هم ما سجلوهاش. ولو عاوز تاكيد على كلامي دوت، اقفل الفيديو وافتح الجاليري بتاع الصور، هتلاقي نفسك انت اخدت صور كتيره جدا وعملت حاجات كتيره جدا، لانك فعلا نزلت وطلعت ورحت وجيت واتطورت، بس انت فعلا مش شايف حاجه زي كده. فدون عشان خاطر تشوف تطورك وتشوف مستقبلك صح. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وانزل ادينا رايك تحت في الكومنتات، والسلام عليكم.